حتقول لي شلون بدأت افتهمك؟ راح اقول لك يعني انه مثلا هسه أنا اليوم من هنا هاي البورصه تو انفتحت هنا، انا ما اقدر اقول لك 100% السعر راح يصعد، 100% السعر راح ينزل، بس شنو اقول لك يابا ترى هاي المنطقه تعتبر منطقه بريك بلوك العفو، فمن توصل هاي المنطقه اكو احتمال اكبر انه تكمل هبوط. تمام، انه احتمال اكبر، وارجع اقول لك احتمال، يعني ماكو واحد يجي علي يقول لي والله ها وصل للبريك بلوك بس ما قدر يكمل، عادي نموذج وفشل، شيء كلش طبيعي، مثل ما انت جاي مثلا تخسر خساره تربح ربحين، ليش؟ لان كل احتمال، ماكو مستثمر ما يخسر ابد، ماكو استراتيجيه تربح 100%، كلها معدلات ونسبه وتناسب، اكو ناس استراتيجيتهم ربحها 25 30%، يعني اذا دخلوا 10 صفقات 3 منهم ينجحون وسبعه يخسرون بس يظلون رابحين، ليش؟ لان كل ربح واحد يعوضون مثلا ثلاثه، يعني تقول شلون مثلا انا دا خاطر ب 1% دا اربح 3% من الربح مالتي، يعني ما افتهم، راح اقول لك مثلا هسه انا خاطرت ب 100 دولار، من ربحت خسرت ربحت 300 دولار، بس من خسرت 100 دولار. حلو، بهالحاله ايش راح يصير؟ اذا انت رابح 3 مرات ربحان على كل مره 300 دولار 300 دولار 300 دولار، 3 في 3 9، ربحان ايش قلت 900 دولار، تمام، وخسرت 7 خسارات، كل خساره 100 دولار، فايش قد صار 700 دولار، 900 دولار ناقص 700 دولار راح يبقى لك صافي 200 دولار، وبهاي الطريقه اللي راح تكون انه نسبه الربح مالتك اكبر من الخساره، او عندك الاختيار الثاني اللي هو تكون نسبه الربح مالتك شيء قليل، مثلا من تربح 150، بس لازم يكون معدل الربح مالتك اكبر من خسارتك، يعني تربح مرتين 3 مرات تخسر مره، وبهاي الطريقه اللي الناس دا تربح ودا تستفاد من سالفه الاستثمار والبورصه. فاعتقد هذا كل اللي كان عندي بهالفيديو، واذا صار عندك اي شيء تعقيد او شيء تقدر تعلق لي، وارد لك ان شاء الله باقرب وقت واساعدك انه تفتهمه.